الخير واهلا وسهلا مرحبا بكم هنا في ختام ونهائي بطولة الدوري العراقي تحت 14 عاما لموسم 25-26 هنا في أصغر فئة عمرية تتنافس فيها المواهب الواعدة في سماء التألق والإبداع الكروي هنا وفي النهائي المرتقب بين فريقي نفط البصرة وغازي الشمال هنا في ملعب أمانة بغداد أصغر الفئات العمرية. الأسبوع الماضي توجت أندية البصرة أيضا بدوري الفئات العمرية على هذا الملعب. توج فريق نادي الميناء لفئة الأشبال تحت 16 عاما بعد انتصار بهدف محمد أو مرتضى محمد على حساب نادي الزوراء. وقبل هذا النهائي أيضا توج فريق نادي الميناء على حساب فريق نادي الغراف في ملعب شرار حيدر في فئة تحت 19 عاما ليتوج بطلا. أيضا من قبل توج فريق نفط البصرة على حساب البحري في طرفي النهائي من محافظة البصرة في نهائي دوري الرديف هناك في ملعب الفيحاء. والآن نصل وإياكم سادة الكرام إلى نهائي أصغر فئة عمرية لفئات كرة القدم العراقية. هنا نفط البصرة وغازي الشمال على ملعب أمانة بغداد هنا في هذا النهائي المرتقب تحت 14 عاما. تشكيلة الفريقين بداية بفريق نادي غازي الشمال القادم من محافظة كركوك بقيادة الدكتور محمد عمر، بحراسة المرمى عبد الحق خالد، إلى جانب جزاع أحمد، وأيضا اللاعب تيم إحسان وزيد أحمد، عبد الله علي، مصطفى عبد الكريم، عبد الرحمن منتصر، ومراد خليل، عبد الرحمن محمد، ومازن أسامة، وأخيرا أحمد فلاح. بينما فريق نادي نفط البصرة بقيادة المدرب علي حسن مولى، بحراسة المرمى رضا فاضل، إلى جانب محمد حازم، محمد علاء، محمد رضا، عبد العزيز أو عبد الأمير نزار، حسين حسام، أحمد قاسم، مسلم مرتضى، ومحمد إحسان، وباقر سجاد، إلى جانب اللاعب أياد حيدر. من هناك تنطلق صافرة البداية عن طريق حكم المباراة عباس فاضل، والذي يساعد كل من درود محمد وعماد محمد، وحكما رابعا محمود نعمة، ومراقب للمباراة ياسر حسين، ومقيم للحكام شيروان فاروق. إذا انطلقت صافرة البداية كما نعلم ونذكر أيضا بأن توقيت الشوط الواحد 35 دقيقة لهذه الفئة العمرية، فئة تحت 14 عاما وتحت 16 عاما. طبعا توقيت الشوط الواحد 40 دقيقة، وفوق هذه الفئة والأعلى منها عمرا مثلا فئة تحت 17 عاما يكون وقت الشوط الواحد 45 دقيقة إسوة بالفئات المتقدمة والأعمار المفتوحة. إذا مشاهدينا الكرام انطلقت المنافسات وقدمت لنا أيضا الكثير من الأسماء والمواهب، عرفنا من هدافين، من أسماء الرائعة، من شطارة ومهارة قدمتها هذه المواهب الواعدة، وقدمت لنا المزيد والمزيد والكثير أيضا من العروض المميزة والرائعة. أيضا اكتشفنا مدربين، اكتشفنا حتى حكام على مستوى دوري الفئات العمرية. ونصل اليوم لختام آخر فئة عمرية وهي فئة تحت 14 عاما هنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي التي تقدم وتستمر بتقديم لكم كل ما هو قريب ومواكب لكرة القدم العراقية لجميع الفئات العمرية. شاهدنا التغطيات المستمرة، نعم سادة الكرام، التي قدمتها قنوات شبكة الإعلام العراقي وصولا إلى أصغر فئة أمامنا سادة الكرام. من هناك الدكتور محمد عمر الذي يقود فريق نادي غازي شمال. غازي شمال على مستوى فئة المتقدمين والخط الأول تأهل رسميا إلى دور النجوم رفقة نادي الجولان، ثم التحق بهما فريق نادي كربلاء قبل يومين بعد الانتصار في المباراة الفاصلة، والتأهل رسميا كطرف ثالث وأيضا بطاقة ثالثة تؤهل من يظفر بها إلى دور النجوم، دور المحترفين.
كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية تعود. غازي شمال أداء رائع قدم من فريق نادي غازي شمال على مستوى فئة المتقدمين. من هناك المدرب أيضا علي حسن مولى، وهو نجل المدرب وأيضا نجم الكرة البصرية السابق حسن مولى. أكاديمية مركز الموهبة في كرة القدم. أغلب اللاعبين بل جميع اللاعبين في صفوف نادي نفط البصرة حاليا في هذه التشكيلة الأساسية والاحتياطية هم من خريجي مركز الموهبة بقيادة المدرب القدير حسن مولى نجم الكرة البصرية، الرجل الذي مثل نادي البحري، القوة الجوية، الصناعة، الميناء كلاعب، وأيضا كمدرب درب نفط البصرة، مصافي الجنوب، البحري، وأيضا نادي الميناء، وأيضا نادي الزبير والرميلة. عودة للأمام اليوم نجلة، المدرب علي حسن مولى يقود الفريق في هذه المحطة الختامية هنا في المباراة الختامية لبطولة الدوري العراقي تحت 14 عاما. أيضا الشقيقة محمد حسن مولى قبل أيام كان مساعدا للمدرب فاضل عبد الواحد مدرب فريق نادي الميناء الذي درب ناشئي الميناء والذي توج معه أيضا في دوري تحت 16 عاما على حساب نادي الزوراء. على هذا الملعب تدخل في كرة أولى وصافرة ومخالفة في هذه اللحظات يتحصل عليها الأخضر فريق نادي غازي الشمال في هذه اللحظات. ألف سلامة للاعب مراد خليل يتعرض لإصابة في هذه اللحظات. إذن مراد هو على تنفيذ هذه المخالفة التي تحصل عليها. كرة إلى خارج أرضية الملعب. مراد خليل 16 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، قدم أداء رائع في هذا الموسم. تحدث عن اللاعب مراد صاحب 8 أهداف وهو ثاني الهدافين في صفوف فريق نادي غازي شمال بعد هداف الفريق مازن أسامة وهداف الدوري أيضا مازن أسامة صاحب الرقم 18. كرة إلى الأمام، محاولة يتواجد اليوم بالتشكيلة الأساسية ومن الأسماء التي يعول عليها المدرب محمد عمر. كرة إلى الأمام وصلت في وسط الميدان، عودة بالراس تبعد تتخلص من جانب دفاعات فريق نادي نفط البصرة. عودة من جديد في وسط الملعب، عملية الاستلام والعودة من جديد. تعود الكرة في منتصف الملعب، تمريرة إلى الأمام لغازي الشمال، محاولة وتقدم أمامية الكرة، عملية الاستعادة واسترداد الكرة والسيطرة عليها، بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب لتتحول إلى رمية جانبية تلعب على اليمين لغازي الشمال. محاولة دخول ولكن متابعة من جانب دفاع فريق نادي نفط البصرة. عودة إلى كونتر أتاك عن طريق اللاعب عبد الأمير إلى الأمام، يلعبها لمسلم مرتضى. تدخل من جانب عبد الأمير إلى خارج أرضية الملعب، أو اللاعب الذي أبعدها هو عبد الله علي. عبد الله علي هو الذي أبعد الكرة الماضية وحولها إلى رمية جانبية. تعود تيم حسان إلى الأمام، تصل الكرة من جديد، محاولة تمريرة إلى الخارج، حولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي غازي شمال. غازي الشمال حصد المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حصد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي البيشمركة، بينما فريق نادي نفط البصرة الفريق الوحيد الذي حتى الآن لم يخسر تصدر المجموعة الخامسة ب 32 نقطة من 5 تعادلات و9 انتصارات. ماكينة تهديفية، ماكينة من تسجيل الأهداف تألق من خلالها براعم المدرب علي حسن مولى الذي يظهر بشكل مميز ولافت بقيادة هذه الفئات العمرية. كرة على اليمين، محاولة دخول، محاولة على الجهة اليمين، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة الحارس عبد الحسن أو عبد الحق خالد.
توجيهات مستمرة من جانب الدكتور محمد عمر في هذه اللحظات. رجل أيضا الذي كان لاعبا في محافظة كركوك ومن أبرز اللاعبين. كرة للأمام تحولت إلى خارج أرضية الملعب. 31 سنة للدكتور محمد عمر، وبهكذا عمر يحصد هكذا نقاط وهكذا مسيرة مميزة حتى الآن حصدها مع فريق براعم أو تحت ال14 عام لفريق نادي غازي شمال. الرجل الذي يعمل حاليا أستاذ في جامعة كركوك في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، مثل منتخب كركوك للصالات، مثل الناشئين والشباب، مثل أيضا نادي الثورة في عام 2013، وهو أيضا حكم درجة ثانية في كرة قدم أو كرة القدم داخل الصالات. كرة للأمام لغاية 2016. شهادة سي طبعا كمدرب مع البراعم منذ عام 2023 وحتى الآن كمدرب مع فئة البراعم تحت ال14 عام. أيضا لدينا في الطرف المقابل المدرب علي حسن مولى من هناك الذي يقود فريق نادي نفط البصر، الرجل الذي حصد وتحصل على جائزة البكالوريوس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة البصرة، وأيضا حصد جائزة بي أو شهادة بي التدريبية. تعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية حتى الآن في 10 دقائق. سادتي الكرام ندخل في الدقيقة 10 والتعادل السلبي حتى الآن مغيم على أحداث المواجهة هنا في نهائي دوري البراعم، هنا في نهائي الدوري تحت ال14 عاما بين فريق غازي الشمال وفريق نادي نفط البصرة. على مستوى المتقدمين غازي أو نفط البصرة الموسم الماضي هبط أو قبل الماضي أو الموسم الحالي 25-26 هو هبط في الموسم الماضي 24-25 نفط البصرة عندما خاض مباراة البلاي أوت أمام فريق نادي أمانة بغداد. فريق نادي غازي الشمال تأهل وللمرة الأولى ممثلا عن محافظة كركوك، والآن يمثل محافظة كركوك لأول مرة يتأهل إلى بطولة دور النجوم دور المحترفين. وكما عودناكم على نقل ومواكبة جميع أحداث الرياضية هنا في بلاد الرافدين، الكل يعرف من خلال هذه المتابعة والنقل الحصري للمنافسات بأن فريق نفط البصرة وغازي الشمال أيضا من الأندية البارعة والرائعة على مستوى الفئات العمرية. عودة من جديد، متابعة من جانب الدفاع، الإبعاد الضعيف ولكن لا زالت بحوزة عناصر فريق نفط البصرة العرضية والمحاولة بالرأس ولكن تتخلص. عودة من جديد، متابعة لا زالت حتى الآن بحوزة فريق نادي نفط البصرة. سيطرة على الكرة في وسط الملعب، المراوغة والتقدم والتمرير إلى الأمام والمحاولات لا زالت قائمة وحاضرة، وفي النهاية الإبعاد إلى الرمية جانبية مع إصابة وسقوط لأحد عناصر فريق نادي نفط البصرة. لاعب بكر سجاد يعود من جديد للمتابعة في هذه اللحظات. تعود الكرة من جديد على الجهة اليسار في مخالفة يتحصل عليها فريق نادي نفط البصرة عن طريق القائد عبد الأمير نزار. عبد الأمير يرسلها عالية، محاولة خطيرة تصل في الدفاع، متابعة خطيرة ولكن الإبعاد من جانب الدفاع يأتي في توقيت مناسب. عودة للأمام، عملية التمرير، الاستلام والتقدم، استعادة من جانب عبد الأمير حتى الآن صاحب أخطر الكرة الماضية التي أرسلها الثابتة لاعب عبد الأمير. تعود الكرة من جديد في وسط الملعب، هداف الفريق 14 هدف حتى الآن اللاعب عبد الأمير. في هذه اللحظات أيضا إصابة في الطرف المقابل فريق نادي نفط البصرة أيضا يمتلك
ابرز العناصر باقر سجاد، مسلم مرتضى، احمد قاسم، وايضا اللاعب اياد حيدر. الجو ساخن وارتفاع كبير في درجات الحراره، كان الله بعون اللاعبين ايضا، ولكن حراره المباراه ربما تنسيهم حراره الطقس، تنسي اللاعبين حراره هذا الطقس والارتفاع الكبير بدرجات الحراره. اليوم تختتم اخر بطوله للفئات العمريه، اخر مباراه اليوم. شاهدنا منافسات استمرت من دور النجوم والتتويج للقوى الجويه، دور الكره الممتاز والتتويج من نصيب فريق نادي الجولان، وايضا دور الرديف التتويج كان من نصيب فريق نفط البصره. وفي فئه تحت 19 عاما الميناء توج على حساب الغراف، وفي فئه تحت 17 عاما توج فريق نادي القوه الجويه على حساب نادي الشرطه. ايضا مستويات تستمر بالتقديم في تحت ال 19 عام وتحت ال 16 عاما توج فريق نادي الميناء على حساب فريق نادي الزوراء. كرة للامام، محاولة في وسط الملعب، مراوغة من جديد، تقدم الى الامام، عودة من جديد في محاولات لا زالت مستمرة. تعود الكرة على الجهة اليسار، ايضا على مستوى الفئة الثانية او المستوى الثاني في تحت 17 عاما البيشمركة توج على حساب فريق نادي الغراف. تعود الكرة على اليسار من جديد في المنتصف، عودة لفائدة فريق نادي نفط البصرة إلى الأمام عن طريق عبد الأمير. عبد الأمير يحاول ولكن متابعة من جانب الدفاع، انطلاقة سريعة على اليسار لفريق غازي شمال، لغازي شمال. تعود الكرة، المتابعة، الانطلاق، ولكن تأتي التغطية من جانب القائد عبد الأمير نزار إلى خارج أرضية الملعب. يتابع الكرة الماضية عبد الأمير إلى الخارج، أيضا من هناك اللاعب محمد رضا. عودة من جديد، محاولة داخل منطقة الجزاء، متابعة للكرة. تعود الكرة في وسط الدفاعات لفريق نادي نفط البصرة، يتحصل على مخالفة في هذه اللحظات. حضور جماهيري لافت، ايضا الكشافه لمن يبحث عن المواهب. بالتاكيد في كل نهايه موسم يخرج كل فريق بحصاد للثمار لما قدم طوال هذا الموسم، لتكون مواهب محط انظار الجميع. متابعين بشده من كشافه المواهب والاسماء. من هناك دكه البدلاء للمدرب محمد عمر لفريق غازي شمال، التي تضم اللاعب ايضا إلند ميروان وألند أبو بكر وأيمن محمد وعبد الرحمن ليث، علي صالح، أحمد إسماعيل وعبد الأمير ثابت، راشد عياد وعباس عدنان. كرة في وسط الملعب إلى الأمام، ترسل أمامية، متابعة من جانب الدفاع. تعود الكرة من جديد بالراس، تصل على الجهة اليسرى، عملية الاستلام، تقدم، متابعة، مراوغة مستمرة أمامية إلى الأمام، متابعة وتمرير لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. المتابعة تأتي من جانب المدافع. على كيف رضا. رضا على كيف، لا تستعجل. في المنتصف تعود من جديد لغازي شمال في وسط الملعب، عملية التمرير الخاطئ، متابعة حاضرة من جانب عناصر فريق نفط البصرة وعن طريق اللاعب باقر سجاد. يتابع الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية.
متابعة من جانب الدفاع، تصل الكرة من جديد. كرة وصلت، عملية الاستلام. عبد الأمير نزار 15 هدف لديه في هذا الموسم حتى الآن، ومازن أسامة 12 هدف لفريق نادي غازي الشمال. هداف الدوري اللاعب محمد صادق لاعب نادي الكهرباء ب19 هدفا. أيضا رفقة اللاعب حسين علي عبد الحسن لاعب نادي الكاظمية. دقيقة لالتقاط الأنفاس، لشرب المياه، للراحة، وأيضا لاستلام التوجيهات من جانب المدربين في هذه اللحظات. فريق نادي غازي الشمال قدم عروض مميزة في دور المجموعات كما ذكرنا، وحصد المركز الثاني في دور المجموعات بفارق 4 نقاط عن فريق نادي البيش مرقة. كانت المجموعة الرابعة التي تضم البيش مرقة، غازي الشمال، الموصل، أربيل، ودهوك، وزاخو، وأخيرا نوروز. بينما المجموعة الخامسة والأخيرة هي مجموعة نفط البصر التي تصدرها 32 نقطة. 32 نقطة حصدها فريق نادي نفط البصر. المجموعة التي كانت تضم 8 أندية: مصافي الجنوب، نفط ميسان، البحري، الناصرية، ميسان، والميناء، والغراف. في حين مجموعة فريق نادي غازي شمال وهي مجموعة شمالية تضم فقط 7 أندية في منافسات بطولة تحت 14 عاما. عودة لعناصر الفريقين في هذه اللحظات سادتي الكرام والمتابعين هنا في نهائي الدوري العراقي تحت 14 عاما، والتعادل السلبي الذي لا زال مغيما على أحداث المباراة في شوطها الأول. في أول 20 دقيقة مرت وانقضت، وحتى الآن توجس وحذر من الفريقين وتحفظ حاضر. أيضا هي مباراة تكتيكية يقدم بها المدربين الخبرة التي اكتسباها عبر السنوات الماضية في العمل مع الفئات العمرية. أوصل المدرب علي حسن مولى، الرجل الذي درب في مركز الموهبة لسنوات كبيرة، وهذه هي أيضا من نتائج الحصاد التي حصدها من الأسماء التي قدمها ودربها على مدى السنوات الماضية في مركز الموهبة التي يدرب بها أو الذي يدرب به والد المدرب القدير حسن مولى. علي حسن مولى حتى الآن مع فريق نادي نفط البصرة 48 هدف، استقبل 8 أهداف فقط. أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع حتى الآن مدرسة الموهبة لا زالت تقدم وتستمر بتقديم الأسماء، العناصر الواعدة والطاقات والإمكانيات الكبيرة. الله 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 على كرة خطيرة جدا مرت بسلام وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. فريق نادي غازي الشمال أيضا بمدربين واعدين وقيادة مميزة تقود الفريق في هذه الفئة العمرية. الجهاز الفني متكون من المدرب محمد عمر محمد، ويساعد يوسف صباح وعمار عباس، والإداري أحمد شوكت. هذا ثاني مشاركة لفريق غازي شمال في الدوري، وهي أول مشاركة لنفط البصرة. الكرة على اليمين، محاولة تصويبة ولكن عند حارس المرمى تصويبة ضعيفة في الكرة الماضية حاول من خلالها فريق غازي الشمال وكان قريبا من تسجيل أول أهداف المباراة. محاولة خطيرة ولكن في النهاية عند حارس المرمى عند رضا فاضل. رضا فاضل أول مشاركة لنفط البصرة في هذه الفئة. كرة للأمام، فئة الناشئين، فئة تحت 16 عاما في الموسم الماضي
حصد الوصافة أمام فريق نادي الكاظمية بهدفين مقابل هدف وحيد في شهر يوليو من العام الماضي على هذا الملعب. نعم، توج الكاظمية على حساب فريق نادي نفط البصرة. في شهر تموز توج فريق نادي الكاظمية على نفط البصرة، ولكن في فئة أخرى. لكن يسعى المدرب علي حسن مولى طبعا نسيان اليوم أيضا ولنسيان ما حدث على هذا الملعب، ويعول على هذه الأسماء حتى الآن التي تحتفظ بالتواجد في موسم آخر هنا في المباراة النهائية، وهي نظرة مدرب. بالرغم من أن الأسماء اختلفت والعناصر تغيرت، إلا أن لمسة المدرب بالتأكيد وإصرار المدرب علي حسن مولى على التواجد دائما في المراحل الختامية أكبر بكثير، وهو يصل الآن ويحافظ على تواجده في النهائي، ولكن مع فئة أخرى، وهي فئة لأول مرة تصل إلى النهائي وأيضا تحقق أرقام مميزة ورائعة. نتحدث عن فريق نفط البصرة الذي حتى الآن لم يخسر، هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدوري تحت 14 عاما. ضربة مرمى بعد التأكيد على كرة صالحة وأكثر جاهزية أيضا لإكمال المباراة. تمرير على اليمين متابعة من جانب عبد الأمير نزار 15 هدفا سجل هذا القائد. كرة للأمام، محاولة للأمام، ولكن صافرة تأتي ورمية جانبية تحولت إلى الأمام، وصلت في وسط الميدان لمصلحة عناصر نادي نفط البصرة، ولكن متابعة تأتي دفاعية إلى صافرة ومخالفة لغازي شمال. مخالف في وسط الملعب، ترسل إلى الأمام، تخلص بالراس، تصل الكرة من جديد، متابعة في وسط الميدان، النقلات ومحاولة التخلص والإبعاد للكرة قدر المستطاع. تمريرة بين هجوم واعد ومتقدم وبين دفاع يخشى الأخطاء ويحاول الدفع بالكرات إلى بر الأمان. هذا ما نتابعه ونشاهده ونلاحظه حتى اللحظة. تصل الكرة على اليمين، محاولة لفريق غازي الشمال، متابعة والسقوط، متابعة والهجوم عن طريق أحمد قاسم والتمرير لمسلم مرتضى، لكن فقدان للكرة مقطوعة، عادت ومررت إلى الأمام لتصل في النهاية إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. عبد الأمير يلعبها، عبد الأمير نزار، ترسل إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، عملية الاستعادة، تمريرة في وسط الميدان، تصل الكرة من جديد، ولكن في نهاية صافرة وخطأ لفريق غازي شمال في الكرة الماضية. إلى الأمام، تصل بمتابعة من جانب الدفاع، تعاود من هناك الهجمات لغازي الشمال، يتابع الأخضر، وفي النهاية صافرة وخطأ لفريق نادي نفط البصرة. خطأ لنفط البصرة في هذه اللحظات. فرسان الجنوب وفرسان الشمال، أيضا لقب فريق غازي شمال فرسان الشمال. سنشاهد ونتابع هذا الفريق في الموسم القادم وما يقدم من عطاء وإبداع كروي
جولان ثاني الممثلين لمحافظة الأنبار، وأيضا نادي كربلاء يعود العميد الكربلائي، بالإضافة إلى عودة أو مشاركة فريق غازي الشمال وتأهل للمرة الأولى في منافسات بطولة دور النجوم. كرة للأمام، نعاود ونتابع ونعود إلى فئة الصغار، فئة البراعم، فئة تحت 14 عاما. هذه الفئة العمرية التي تتفجر فيها الإمكانيات والطاقات. إن الاهتمام بهذه الفئة موضوع مهم جدا. تمثل مرحلة البراعم والناشئين مرحلة بناء يصقل خلالها كامل شخصية اللاعب، يصقل خلالها كامل شخصية اللاعبين وتكوين البنية والجسم الرياضي، وتنمو فيها موهبته الكروية، ويعتبرون رافدا للأندية والمنتخبات الوطنية. عودة من جديد في وسط الملعب، عملية تمرير، متابعة من جانب الدفاع واصطياد من جانب الفرسان. عودة من جديد، نقلة على اليسار لغازي الشمال، تمرير أمامية، متابعة دفاعية لدفاعات نفط البصرة. إلى الأمام تصل الكرة من جديد عند دفاعات فريق غازي الشمال، إبعاد بشكل ضعيف في الكرة الماضية مع خطورة، ولكن استعادة وبشجاعة من جانب عناصر فريق غازي الشمال في الكرة الماضية. كرة أمامية تلعب، تصل من جديد على اليسار، عملية التمرير، متابعة على خارج أرضية الملعب، نقلت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. نقلة جانبية تصل لفريق نادي غازي الشمال الذي يهاجم في هذه اللحظات. زيد أحمد، زيد لعبها للأمام، متابعة من جانب دفاع، تصل الكرة من جديد على الجهة اليسار، متابعة دفاعية لنفط البصرة، متابعة لا زالت قائمة حتى الآن. التقدم إلى الأمام، تمريرة واستلام ومحاولة ودخول لباقر سجاد. باقر وصلها في وسط الملعب، التشتيت والمتابعة تأتي من جانب اللاعب أحمد فلاح. أحمد فلاح إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. تصل في المنتصف، متابعة من جديد أمامية، وصلت على جهة اليسار، تحولت وطالت إلى رمية جانبية لعناصر فريق نادي نفط البصرة عن طريق اللاعب محمد رضا. لعبها للأمام، متابعة من جديد، تصل في وسط الملعب، متابعة للأمام عن طريق اللاعب مصطفى عبد الكريم. مصطفى عبد الكريم، محاولة عن طريق القائد مراد خليل. 8 أهداف لمراد خليل في هذا الموسم. كابتن باقر سجاد يقف أمام الكرة الماضية، محاولة المنع، محاولة التصدي، كرة إلى الأمام، متابعة، تصل داخل منطقة الجزاء، كرة على اليمين، محاولة خطيرة على اليمين لغازي الشمال، التصويب، الله الله الله، ولكن القائد يتصدى، القائد يعود من جديد، يظهر بالتوقيت المناسب، يتصدى للكرة الماضية ويؤجل التقدم إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق غازي الشمال. لغازي الشمال تصل، لغازي الشمال تعود في هذه اللحظات، ترسل عالية، متابعة من جانب رضا فاضل، لا زالت على مشارف المنطقة، لتأتي بعد ذلك المتابعة الدفاعية لعناصر فريق نفط البصرة وتأمين الكرة في وسط الملعب. إلى الأمام تصل من جديد، متابعة والإبعاد والتشتيت إلى الأمام بفدائية عالية، الكرة إلى الأمام. كما نشاهد ونتابع الشجاعة التي تمتلكها هذه الأسماء الواعدة. نعم، شجاعة وقوة وشغف كبير وتحدي من قبل هذه الأسماء تقدم هنا في هذا الميدان. تصل الكرة في مخالفة يتحصل عليها فريق نادي نفط البصرة.
يسقط في وسط الملعب متألما وشاكيا من إصابة. اللاعب محمد حازم، ألف سلام من محمد حازم. المدرب محمد حسن مولى شقيق مدرب فريق نادي نفط البصرة علي حسن مولى. تحدث عن المدرب محمد حسن، هو الرجل الذي توج بلقب دوري الأشبال بفريق نادي الزوراء. وأيضا في العام الماضي أو قبل الماضي مع أشبال فريق نفط البصرة كانت له مشاركة وتتويج وتألق. المدرب أيضا علي حسن مولى درب الفئات العمرية أو كلاعب لعب الفئات العمرية لنادي الميناء. العام الماضي درب أشبال نفط البصرة، وصل معهم إلى النهائي ولكن لم يحالفهم الحظ أمام نادي الكاظمية على هذا الملعب، وتجرعوا الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد. الضربة الركنية لمصلحة فريق نادي غازي شمال عن طريق القائد مراد خليل. القائد على تنفيذ الضربة الركنية التي ترسل عالية، محاولة خطيرة بالراس، متابعة، استقبال وكنترول، عودة من جديد على مشارف المنطقة، التدخل والصافرة من هناك تعلن عن وجود خطأ لفريق نادي نفط البصرة في الكرة الماضية. انطلاقة ومحاولة من جانب لاعب مسلم مرتضى، ولكن يجد العرقلة والمتابعة والمنع من جانب عناصر فريق نادي غازي شمال. وفي النهاية خطأ في وسط الملعب، ترسل كرة للأمام داخل منطقة الجزاء، متابعة ولا خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. دقيقتين كوقت محتسب بدل الضائع. انتهى الوقت الأصلي سادتي الكرام عند الدقيقة 35، لأنه الوقت القانوني للشوط واحد في كرة القدم تحت 14 عاما في هذه الفئة العمرية. تعود الكرة ضربة ركنية ترسل عالية، محاولة خطيرة بالراس ولكنها طالت، وعادت من جديد لمصلحة غازي شمال بهجمة مرتدة، تمريرة ضاعت تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية في هذه اللحظات لمصلحة اللاعب محمد رضا، لعبها لعبد الأمين نزار، الثنائي الدفاعي المميز محمد رضا وعبد الأمين نزار. كرة للأمام، تصل الكرة من جديد، متابعة من جانب دفاع، كرة للأمام وصلت في وسط الملعب، البحث عن المساندة من جانب الزملاء ولكن يتأخر فيها ويفتقدها، والعودة للأمام، تصفي الدفاع من جديد في وسط الملعب، مراوغة قائمة رائعة من جانب اللاعب الخطير عبد الرحمن منتصر. كرة إلى الأمام، عملية التمرير ولكن محاولة واستعادة، لكن لا زالت بحوزة الأخضر الطامح الممرر الباحث الذي يحاول في كرة خطيرة، تصويبة خطيرة، الله على كرة قوية ولكن يتصدى لها الدفاع، يتصدى لها عبد الأمير. عودة من جديد، تمرير خاطئ وإبعاد أيضا ضعيف وقريب، وتأجيل الخطورة في أقرب صورة. كرة للأمام، تصل الكرة من جديد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت أو لا زالت بحوزة اللاعب أحمد فلاح. أحمد يتخلص ويمرر على الجهة اليسار، محاولة لفريق نادي غازي شمال، لغازي شمال، الدخول، المراوغة، التصويب، الله 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 الله، تصويبة خطيرة جدا، ومعها ينتهي الشوط المباراة الأول سادتي الكرام والمتابعين بتعادل سلبي لا زال مغيما على أحداث اللقاء هنا في نهائي الدوري تحت 14 عاما، هنا بين فريقي غازي شمال ونفط البصرة.